عدل النتيجة بالنسبة لفريق النجران لاعبه وائل عيان في الدقيقة 5 من أحداث شوط المباراة الأول. ومثل ما تشاهدون هذا هدف الهلال الأول عن طريق مانجان، وأيضا بعد قليل نامي والدوسري، إلا أن احنا ما يعني دائما وأبدا ينتظرون الخروج الكرة من وسري لصناعة، حتى على الجهة اليمنى كان يفترض، اليسرى كان يفترض ياسر الشراني يكون أكثر حركة وسرعة، فماني شايف بصراحة ذاك الرتم العالي أو السريع أو المباغتة، لأن نجران يتكتل كثير. النتيجة تحتاج انك تكون فيها يعني فيها مبادره يعني سريعه، لكن نجران يتمركز كويس، عنده مشكله في الارتداد ما هو جيد. يعني وتكلمنا عن زي ما قال اخوي صالح عمليه اللاعب الغير سعودي اللي هو الرباعي الجيد. حتى الهدف اللي سجله نجران بجهاد وعرضها طبعا للدردور وكملها وائل عيان. فاذا يعني تشاهدون هدف نجران عن طريق وائل عيان وهو هدف التعادل. عموما مشاهدينا نذكركم بضيوفنا هذا المساء هم الكابتن زكي الصالح والكابتن صالح الحمادي. برأيك من اللي طلع في الشوط الأول منتصر وفق الأداء، يعني من اللي قدر يطبق السياسة اللي هو يبغاها في الملعب؟ شوف انه كثير من الكرات كانت ترتد من حائط، يعني في ظل وجود لاعبين عمالقه بالابدان وعمالقه ايضا بادائهم. نتكلم على فريد شكلان، محمود معاذ، صاحب العبد الله، ماجد الجعفري، وايضا ما ننسى الظاهري، وان كان الدور الاكبر على لوبيز يعرض ولعبها ملعب تجاه المرمى للهلاليين. وسلي لوبيز صنعها ما سدد. هذا سلمان شات الكرة مرت تبعها منقال، ويبدو انها مباراة منقال، لمسها مو بس لمسها، غير مكانها عبد القادر منقان كلاكيت ثاني مرة. هدفين للسنغالي، اللاعب الذي لم يسجل ابدا مع الهلال. تسوي اللي قبل كذا المراوغة، هي فعلا عملة صعبة. اللمسة الأخيرة هذه كرة تأتي يو أفضل بديل بلا منازع. 8 أهداف يا الله. يسجل الصعبة ويضيع السهلة. 3 الهلال. يو بيونغسو مرات يزعل، مرات يفرح، مرات